بصوا بقى يا جماعه، برضه انا هقول لكم على حاجه ناس كتيره قوي بتعملها في طلبه اللغات، والموضوع ده منتشر عندنا في الكليه، منتشر برضه بره، وهي اثم عظيم جدا عند ربنا. ركز معايا في الفيديو ده للاخر عشان تعرف انا قصدي ايه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يعني ايه الآية دي؟ الله سبحانه وتعالى بيقول ان الناس اللي ربنا بيديها فضل معين، الفضل ده مش مقصود ان هو فلوس، مقصود ان هو مهارة، فلوس، رزق، اي حاجه هو ربنا سبحانه وتعالى اداها لك، انت تقدر ان انت تفيد بيها غيرك او تنفع بيها الناس، او لو حد طلب منك مساعده ما تعملهاش. هم فاكرين ان هو خيرا لهم، هم فاكرين ان الخير ده بتاعهم والرزق ده بتاعهم ومش هيروح لغيرهم. سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بل هو شر لهم، يعني المسكه في النعمه اللي ربنا اداها لك دي شر. يطوقون بما بخلوا به يوم القيامه، يعني هيكون طوق على رقبتهم كده يوم القيامه. لله ميراث السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان السماء والارض دي كلها بتاعتي، وربنا خبير وعالم بكل اللي بتعملوه. ده بينطبق بايه بقى على الصيني؟ في ناس بتبقى شاطره جدا في الصيني ومستواها مرعب، وتبخل بالمعلومة وتبخل بالمساعدة على زمايلها، على أصحابها، أو على الناس اللي تعرفهم، أو تبخل بمساعدة الناس، أو تبخل بالمعلومة. الناس دي يا جماعة والله العظيم يوم القيامة ربنا حسابها عند ربنا هيكون عسير، لأن اللي بيسهل وبيشارك الخير والرزق اللي ربنا اداهوله مع غيره، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له فيه، بيأمن له مستقبله، وبيخلي كده نفسه هادي. لكن طول ما انت ماسك على حاجة اللي ربنا اداها لك ومتخيل انها بتاعتك بس، انت عمرك ما هتفلح. لو انت ماسك على حاجتك او ماسك على الصيني بتاعك، او حاسس ان انت مش عايز حد غيرك يبقى زي مستواك ولا عايز حد يبقى قدك، حاول ان انت تتخلص من الموضوع ده. طب اتخلص بيه ازاي؟ لان النفس البشريه عموما من حد للتاني بتختلف. صلي كتير، اتصدق كتير، قول يا رب يا رب اللي انت ملكتني بيه من مهاره دي ملكك، فانا بتعب عشان لنفسي افيد امه المسلمين وافيد غيري بيها. ربنا بيزيدك، بيفتح لك ابواب رزق، بيفتح لك ابواب شغل، ربنا كرمك من واسع. اهم حاجه ان انت ما تعملش زي اللي بيبخلوا بالخير اللي ربنا اداهولهم في الدنيا، وربنا يوفقكم.